السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي قدمت في المرحلة التانية من التجمعات التنموية في سينا، واللي بتجهز دلوقتي لرفع الأوراق على موقع هيئة الاستثمار، جالي أكتر من سؤال وقررت أخصص الحلقة دي عشان أطمنكم وأجاوب على الأسئلة اللي بتتكرر. تنويه مهم: يوم الأحد هو آخر يوم لشراء كراسة الشروط، وفي ناس قالت إن الكراسات وقفت من يوم الخميس، والكلام ده مش صح. لو بيطلع لك رسالة خطأ أثناء عملية الشراء، جرب تاني وما تستسلمش. الموقع ساعات بيقف وبيرجع يكمل تاني عادي بسبب الضغط. جرب من أكتر من جهاز، ولو لسه المشكلة موجودة كلم الخط الساخن 16 0 35 يوم الحد الصبح إن شاء الله. المهم ما تسيبش الفرصة تضيع منك. لو لسه عندك أمل اضغط عليها وافضل وراها لحد آخر نفس. ولو ربنا كتب لك فيها رزق هتوصل غصب عن أي عطل في السيستم، بس أهم حاجة ما تكونش انت اللي وقفت. تقدر تشتري الكراسة دلوقتي وتجهز الورق بعد كده، بس الحق قبل ما الباب يتقفل. نقطة مهمة جدا وأنا بشوف ناس كتير بتغفل عنها: لما تستلم شهادة الجنسية راجع كل البيانات، الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي. تأكد إن مفيش غلط في أي حرف أو أي رقم. أنا شفت حالة كان فيها تاريخ الميلاد مكتوب غلط، 1958 بدل 1985، يعني فرق 27 سنة. والغلطة دي جاية من الموظف مش من الشخص نفسه، ولو ما تلحقتش ممكن تعطل أو تخرج من القرعة. راجع ورقتك كأنك بتمضي على عقد أرض. سؤال بيتكرر برضو تاني: أنا عامل الشهادة شمال، ينفع أقدم في الجنوب؟ الإجابة أيوة ينفع، والعكس كمان ينفع. إيه أفضل تجمع؟ مفيش حاجة اسمها أفضل تجمع، في حاجة اسمها الأنسب ليك. افتح خرائط جوجل، شوف موقع التجمع، اسأل الناس اللي استلمت، اسأل عن المية، الكهرباء، المدارس، الخدمات. ادرس صلاحية التربة، ملوحة المياه، والمحاصيل المناسبة لكل منطقة. وفي على جروب الواتس اللي في وصف الفيديو هنبعت ملفات PDF بدراسات حقيقية عن كل تجمع، وفي حلقات نازلة عن تجمعات مختلفة. شوفها وساعتها خد قرارك وانت مطمن. هنيجي لنقطة برضو مهمة: تصوير الأوراق. صور الورق كويس، الصورة تكون معدولة ما فيهاش ظل ولا خيال. استخدم كاميرا نظيفة أو سكانر لو تقدر، ولو مضطر تصور بالموبايل صور بهدوء من غير استعجال عشان ما تضطرش ترفع الصور من أول وجديد. شهادة إثبات الجنسية. الخطوات بسيطة بس محتاجة تركيز. المطلوب منك: شهادة ميلاد إلكترونية ليك، شهادة ميلاد لوالدك، شهادة ميلاد لوالدتك، شهادة ميلاد لجدك من الأب وجدك من الأم، أصل وصورة بطاقتك، إقرار موثق في الشهر العقاري إنك مصري ومن أبوين مصريين، ولا تحمل أي جنسية أخرى. ولو بتعمل الشهادة لشخص تاني لازم توكيل رسمي موجه للجوازات والهجرة يسمح لك تقدم وتستلم. سؤال مهم: لو مش قادر تطلع شهادة ميلاد الجد، ينفع تستبدلها؟ أيوة ينفع تستبدلها بشهادة ميلاد عم أو عمة أو خال أو خالة من مواليد قبل 60. ولو والدك أو والدتك من مواليد قبل سنة 60 ممكن تستغنى عن شهادة ميلاد الجد دي خالص. لو فات على شهادة الجنسية سنة أو أكتر وانت رايح تعمل إقرار، لازم تكون حافظ رقم وتاريخ الشهادة عشان البيانات دي بتتكتب في الإقرار. الجوازات مواعيد العمل من 8 صباحا، الموظفين متعاونين بس الإجراءات دقيقة. لو ورقك كامل هيدوك ورقة إقرار وورقة بيانات تملاهم وتدفع الرسوم، وتستلم الشهادة بعد 10 أيام. لو عايز تنجز وقتك وفرت لك النماذج سكانر بجودة عالية تقدر تطبعهم وتملاهم في البيت، موجودين على جروب القناة. الأسعار حسب الحالات اللي قدمت: 500 جنيه شمال أو جنوب، 635 جنيه لو هتوصلك الشهادة لحد البيت، 700 جنيه أو 750 لو شمال وجنوب، 1000 جنيه لو شمال وجنوب زائد توصيل. نيجي بقى للنقطة المهمة ناخد بالنا منها كويس أوي: ازاي تعرف ان ورقك مستوفي ودخلت القرعة؟ كل يومين راجع حالة الطلب. لو مكتوب تقييم الحجز يبقى لسه ما تراجعش. لو مكتوب في انتظار ملاحظات المستثمرين يبقى في حاجة ناقصة أو محتاجة تتعدل. طب أعدلها ازاي؟ ادخل على خطوة 2 وانزل تحت بعد جزئية جهة الولاية، هتلاقي السبب مكتوب.
ولو لقيت مكتوب مستوفي يبقى ألف مبروك، دخلت القرعة، استنى بس إعلان النتيجة. وعلشان المعلومة توصل لكم بالشكل ده منظمة وواضحة، كان وراها ناس تعبوا وسألوا وجربوا ودوروا، وفي حد من الناس دي قرر يشارك المعلومة من غير ما يستنى مقابل ولا حتى كلمة شكر. أعد الحلقة وقام بمراجعة المعلومات الباش مهندس علي محمد عاطف الديري، المعروف باسم تيم وورك، من بني سويف، من الناس اللي بيقدموا المعلومة لوجه الله وبيساعدوا الشباب خطوة بخطوة. واجب علينا ندعيله من قلبنا إنه يفوز في القرعة ويشوف حلمه بيتحقق على أرض سيناء. قناة خيرات وادي سعال، من الناس وإلى الناس، رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.